لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني 1373 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومبست رزامن رب العالمين وهي دانم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والله خۆشەویستان لەوانەیە ڕابردوش کەمێک لە خزمەت ئەواتە پیرۆزەدا لە خزمەت ئەواتە پیرۆزەدا بووین. رب العالمین نمونە بۆ کار و کردەوەی کافرەکان دەینیتەوە. ئەو کار و کردەوانەیان وەکو ئەوەیەکەوە لە ڕۆژێکی تۆزوبایی لە ڕۆژێکەوە ڕۆژی عاسیفەیە کە بای توندی دێ کار و بارەکانی ئەوان وەکو خۆڵەمێشێکە ئەو بایە لەو ڕۆژە کەوا هەر هەمووی ڕۆژی عاسیفێ بێتن ئەو خۆڵەمێشە پەرش و بڵاو بکاتەوە هیچیان لەدەست نەمینێ کار و کردەوەی کافرەکان هاوشێوەی ئەوەیە. ئیتر ئەو کار و کردەوانەیان وەکو لەوانەی ڕابردوش باسمان کرد زۆرێک لە زانایان دەفەرمون واتە ئەو نمونەیە لە بۆ کار و کردەوە چاکەکانی کافرەکانە ئەوەی کەوا ئەو کردەوانەی کەوا چاکەیە دەیکەن بەڵام کوفرەکەیان وەکو ئەو بایە تیژە دێک خۆڵەمێش پەرش و بڵاو دەکاتەوە کوفرەکەیان کار و کردەوە چاکەکانشان هەمووی بەتاڵ دەکاتەوە هیچ پاداشتیان نامینێ کەواتە کردەوەکان لێرەدا ئەوەی کە مەبەستە کردەوە چاکەکانیانە ئەوها نابنە ساحب هیچ. هەندێکی دیکەش دەڵێن مەبەست لێرەدا ئەو کار کردەوانیان بریتیە لە کاتێک کە تەبەن کافر خۆی پێ کافر نییە هەتا کافرەکانی قوڕەیشیش خۆیان پێ کافر نەبوو ئەو بوت و سەنامانەی کە دەیان پەرستن لە بۆ ئەوەیە بە حساب لیوقەریبوونە ئیلە اللهی زولفا دەیانگو لە بۆیکەوە لە الله تەعالامان نزیک بکاتەوە. ئیتر خوای گەورە دەفەرمی ئەو کار و کردەوە عیبادەتانی کە ئەوان لە بۆ سەنەمەکان دەیکەن و بەنیازی وە لە خوا نزیک بکاتەوە هەمووی پەرش و بڵاو دەبێتە لەبەرەوەی کوفرە دەیکەن. هەندێکیش لە زانایان ئەوهای لێکدایتەوە کەوا ئەو کار و کردەوانیان کەوا لێرەدا خوای گەورە باز دەکات کە پەرش و بڵاو دەبیتەوە بریتە لەو پیلانانەیان لەو پیلان و لەو دژایەتی کەوا ئەو هەوڵانیان لە بۆ دژایەتی حەق و ئەهلی حەق دەیکەن خوای گەورە نایگەینیتە مەبەست هەمووی پەرش و بڵاو دەبیتەوە بۆ سێ شێوەیە لێک درایتەوە. لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي لا يجد الكفار في الآخرة أي ثواب لأعمال البر التي عملوها في الدنيا. وەکووەت مان زۆربەی زانان ئەو های لێک دەنەوە ئەو نمونەیە لە بۆ کار و کردەوە چاکەکانیانە لە سلەی ڕەحم کردیتی بەهانای فەقیران داوچووە بەڵێ بەڵام لە قیامەت هیچی بە کەلچی نایە کوفرەکەی هەر هەمووی پەرش و بڵاو دەکاتەوە. کەواتە کافرەکان لە ئاخیرەتدا پاداشتی کردەوە چاکەکانیشیان کە لە دنیا کردیان وەرناگرنەوە ولا يرون لها أي منفعة حيث سوديان بيناقين لقيامة مثل ما لا يقدر على جمع الرماد في اليوم العاصف مثل ما لا يقدر هل وكو كسيك أجر باشي عاصفيك هاتبي خۆڵەمێشێکی پەرش و پڵاو کردبتەوە کەسێک دەتوانێت ئەو خۆڵەمێشە کۆ بکاتەوە سوودی لێ وەربگری بەتەکید هیچ کەسێک ناتوانێت سوود لێ وەربگری. ذلك هو الضلال البعيد أي أعمالهم التي بطلت وفقدوا ثوابها أو كارو كردواني كوا باطل بو بطال بو هیچ پاداشتیان لێ نەبینیەوە لم تكن على هدى واستقامة
لۆ لەبەر چیوای لێ هات لەبەر بڕاستی لەسەر ڕێگای ڕاست و لەسەر ڕێگای هیدایەت نەبوو فكانوا في خطأ وانحراف ئیتر ئەوان بە هەڵەدا چوون لە ڕێگا ڕاستەکەلایاندا بعید عن طريق الصواب زۆر دوورن لە ڕێگای ڕاست لا يمكن معه تدارك تلك الخسارة الكبيرة هەندە دوورکەوتینەوە لەو ڕێگا ڕاستە بە هیچ شێوەیەک تازە لە قیامەت ناتوانن بێن تعویزی ئەو خەسارەتە گەورەی بکەنەوە ئەوە لە قیامەت هیچ پاداشتیان نییە کار و کردەوەی کافران بە تایبەتیش کە گوتما زۆربەی مفەسرین لەسەرەوەنە کار کردەوە چاکەکانی کافران لە قیامەتی هیچ پاداشت نییە هەدی لە دنیا لە حەدیثێکدا کە ئیمام محەممەد ڕوایەتی کردیە عائشە خوای لێ ڕازی بی دەفەرمی قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويقري الضيف ويفك العاني ويحسن الجوار فهل ينفعه ذلك؟ كواتا يا رسول الله ابن جدعان كوا مشهور ولا لجاهليات كسيك بوا صلة رحم بجيغان ديا بهاناي فقيران داتشوا ڕیزی لە میوانان ئەوەی ئەسیر بووە دیلی ئازاد کردیە ئەوەی جیرانەتی کردیە چاکەی لەگەڵ کردیە ئایا ئەو شتانە بە بەهانای دێن ڕۆژ قیام سوود لێ وەردەگری قال لا نەخێر إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان نەیگوتیە خوایە لە تاوانەکانم خۆش بە ڕۆژی قیامەت کاتە لەسەر ڕێگای تەوحید نەبووە لێ ئەوانە هیچی بە کەلچی نایە دیارە معنای ئەو حەدیثەش وەکو لە شەرحی نەوەویدا هاتیە کە لە صحیح مسلم هاتیە أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة أو كردو ساكاني ككرديتي لآخرة دا بكالشنا لكونه كافرا لبر أوي كافر بوا لبر أوي ببلغي أوي كوا في صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي لم يكن مصدقا بالبعث إيماني بآخرة نبوة بزندبونه ومن لم يصدق به فهو كافر ولا ينفعه عمل كسيش كوا بالرواية بآخرة النبي بالتأكيد بهيج شيء كردو تاشي بكرقنا وقد انعقد الإجماع إجماع أهل علم لسر أوي على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب كواتا بێگومان ئەوە ئیجماعی لەسەر کافرەکان کردەوە چاکانیشیان بەکەلچیان نایە پاداشت لەسەروەر ناگرنەوە بە هیچ شێوەیەکەوە پاداشت لەسەروەرگرنەوە بە خۆشیەکانی بەهەشت و هەروەها نابتمایەوە کە عەزابیشیان لەسەر تەخفیف بکرێ لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمه بەڵام لە ناو جەهەنەمێش کو لە بەهەشت دەرەجاتێ لە جەهەنەمێش دەرەکاتێ بەرەو خوارێ ئیتر وەکو باز لە منافقین دەکا في الدرك الأسفل من النار لە هەمووان لە خوارترە لە بنەوەی جەهەنەمە ئیتر ئەوان کەش حەسەب کار و کردەوەکانیان عینی ئەوانیش ڕێزبەندیان لە بۆ دەکرێ خوا پەنامان بدە لە مجموع فتاوى دەڵێ أو آت دلالة على أن من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بعمل به كانت صفقته خاسرة كاتەوە بەڵگەی و ئاتە سەروی هەر کەسێک کردەوەیەک لە بۆ غەیری ئەڵڵا تەعالا بکە بە ڕەجای ئەوەش کەوە سوودی لەوەربگریتەوە دەڵێ ئەوە سەفقەتی خاسرە بەڕاستی ئەو تجارەتەی کە دەیکە خەسارەتمەندە لە مجموع رسائل ابن رجب دەڵێ هذه الآية دليل على أن الكافر لا ينتفع بالآخرة بشيء من الحسنات بحال دەڵێ ئەو ئاتە بەڵگەیە کەوا کەسی کافر لە ئاخرەتدا بە هیچ شێوەیەک سود لە حەسەنات و چاکانی وەرناگری حەدیثێک هەیە بەس حەقەتەن گەڕاشم نەسەکەم بەدەست نەکەوت بەڵام حەدیثێک هەیە والله ئەعلەم کە باس لەوە دەکا لە ئینسانی ئیماندار ئەو چاکانی کە دەیکە هەم لە دنیاش خوای گەورە پاداشت داتەوە هەم لە قیامەتیش بەڵام کەسی کافر ئەو کردەوە چاکانی کە دەیکە ئەو هەندەی باشە لە دنیایە بەهانای دێ لە دنیای خوای گەورە پاداشت داتەوە ئەوجا بە باسکردنی بە چاکە بۆی کەوا لە مقابلدا خوای گەورە زیاتر پێ دەبەخشی بە هەر شێوەیەک لە دنیادا بەکەلچی دێ بەڵام لە ئاخرەت هیچی لە بۆ نییە والله ئەعلەم
لا آتي دواتر دفرمي ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. مناسبة آتي لقلوي بيشوتر رازي دلي لما بين الله تعالى أن أعمال الكافرين تصير باطلة ضائعة كاتق لات بيشوتر رب العالمين بياني كركوا كارو كردوي كافر كان كردوي تساك كانيان هم يبطال دبيتو بضايع دتي بين أن ذلك البطلان والإحباط لير بيان ذكا أو بطالبوني كردوانو أو بخسارة سونا إنما جاء بسبب صدر منهم لا بسبب يتسبوا أو أنا كارو كردو كانوا بطال دبيتو بسببك كبخوان ليان درتوا أو سببوا بخوان هو كارن وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن العبودية بسبب كفريان بالله تعالى فشتي كردنيا لبنداتيان لبو الله تعالى فإن الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء كواتواني كوا بإخلاص والبكار خواي جور كار ذكن بيجومان خواي جور لا قبول ذكاو كدو كان بطلنا كاتو وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك تقول الله تعالى ناوشته كسك بإخلاص والبو الله تعالى إيش بك خواي جور بطالب كاتولي وإنه تعالى ما خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب أو عالمه أو مخلوقاته أو زوي آسمانه خواي جوره هموي بو بر حكمة الصواب ودرس كذا كواته همو هل سكوتكاني الله تعالى قلبا كان بو بر حكمة الصواب كواته أوي كواليان قبولناك البرا بو خوايش يان نكردي لو خواي جورش ليان قبولناك ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي ألم ترى نابيني أن الله خلق السماوات والأرض وحده بغير ظهير ولا معين نابيني أو آسمانان أو زوية الله تعالى بتنيا ببيهيز يارمتي دريك ببيهيز باربشتك الله تعالى بتنيا خلقي كرديا كخلق كرديا لأمر عظيم وكاريشي جورة خلق يعني كرديا ليعبده الخلق تاوكو أو خلقه عبادة الله تعالى بكن ويعرف ما له من صفات الكمال وهروها تاو كل خلال أو بون وراه كواهموي آثار شوينواري حكمة الله تعالى وخايقور خلق كرديو أجر لي وربيو حكمة الله تعالى اللي بدي ذكره تاوكو أو بندانا فرستن تنهار بو الله تعالى بكن واستدلال بحكمة خايقور بكن لخلال بينين مخلوقات كاني أو برصفات كماله سبحانه وتعالى وأنه القادر على إعادة الخلق يوم القيامة حتى مشاي مخلوقات كان بكي وتماشاي آتكاني شبكي كنادتي هموي بلغن أو ذاته بتوانا كوازاري شيديك أو إنسانة دوبار خلق كاتوا درستي بكاتوا لدواي مردني لبو حساب كتاب فهو سبحانه لم يخلقهن عبثا أو عارض آسماني ببيما بس خلق نكردي الله تعالى ألم ترى نابيني أو رؤية ليرا وكزانا دفن قلبية بدل نابيني بتساوي دل والخطاب فيه خطابك لو شيء قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته ألم ترى خطابك يا كم كس لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما بستيش أمتكيتي وقيل خطاب لكل واحد من الكفرة قلت راشا نخي خطاب لبو حتى كيشي كافر لو باور ناين ادي باش تمشى اسمان زويا ناكن وقيل خطاب لكل من يصلح للخطاب غير معين كبحقد او قول زور امتره خطابه لبو همو كسيك كوا شايستي قسي لقلبك لبو مسلماني لبو كافري نابيني خوي يقولوا ادو اسماني بوشي خلق كردي راستي ماي تيرانينو فكر كرنا ويكا براستي بير كردنوا لمخلوقات الله تعالى زياتر عظمتي الله تعالى صفات كمال الله تعالى زياتر له بديار ديخي لابد بديار ديخي دوكو بلاي بو بر قناعته دي برستي سبحانه وتعالى ابن جرير دلاء يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كواتا ابن جرير هالك ألم ترى الله تعالى پیغمبر كيد عليه الصلاة والسلام بيد فرمي ألم ترى يا محمد بعين قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بتساوي دلد ببصيرة النابيني فتعلم أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحق الله تعالى أسمان كانوا زوي بحق دروس كردية
منفردا بإنشائها بغير ظهير ولا معين. الله تعالى بالتنيا درست به سباربشتك ويارمتي دريك أبو حيان ضلي خلق السماوات والأرض بالحق ضلي زمخشري ضلي بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم. فات الله تعالى أو أسمانا وزوي درست كده بو بر حكمته وهروها بما بستشي دروست خواهي سبحانه وتعالى درست كده وبأمره شي جورة درست كده ولم يخلقها عبثا ولا شهوة ببيما بستو هر لبو خوشي درستي نكردية بالكو بو بر حكمته ما بستي هي خواهي جورة لو درست كردنا. ابن عطية دلي بالحق أي بما يحق من جهة مصالح عباده وإنفاذ سابق قضائه كوات خواهي جورة خرقي كردية بما يحق من جهة مصالحه بوشوي خلقي كردية أويك بوشوي كمصلحتي بندكاني تيدا بوشوي خلقي كردية ويكوا سابقا لقضاء خوي سبحانه وتعالى بريار دا وكوبها أو ها خلقي كردية وليدل عليه وعلى قدرته أسمان كانوا زوي هموي بلغن لسر ذات الله لسر قدرتي الله تعالى. وقيل بقوله وكلامه وهاش ديك درايتوا ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ما نسي بالحق أي بقوله وكلامه واتا كاتكوا بقول كلام خوي كفرمتي كن فيكون بوشي ويش ديك درايتوا دیارە زانایان تریش قسان هەیە لەسەر ئەو ئاتە بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەت ئەو ئاتە پیرۆزە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.